انت ليه لحد دلوقتي مش عارف تعمل فلوس؟ انا احمد صادق ودي قناتكم صادق لايف. هشارك معاكم اي خبرة انا اتعلمتها في حياتي في اي مجال حتى لو كانت بسيطة، يمكن تفرق مع حد. فلو حابب المحتوى بتاعي ومستفيد منه، ياريت تدعمني بلايك واشترك في القناة، وده هيكون شرف كبير ليا وعندي بالدنيا كلها. ومن غير ما نطول خلينا ندخل في موضوع الفيديو. انا عارف انك دايما حاسس انك مهما حاولت مش قادر تكسب فلوس كفاية او على الاقل تحقق استقرار مادي. بس المشكلة مش دايما في الظروف، ساعات السبب الحقيقي بيكون في طريقة تفكيرك وتصرفاتك اليومية. فخلينا نحلل الاسباب دي ونشوف حلول عملية. اول حاجة وهي عدم وجود خطة واضحة. ناس كتير بتشتغل من غير ما يكون عندهم هدف معين او خطة ماشيين عليها. بيبقى مسافر في البحر من غير خريطة، وده بيخلي فرص النجاح قليلة. فانت لازم يكون عندك هدف معين، مثلا انا عايز اكسب 10,000 جنيه في الشهر، وتعمل خطة واضحة خطوة بخطوة. منين هتبدأ، وايه المهارات اللي محتاج تطورها، وايه المصادر اللي هتستثمر فيها فلوسك ووقتك. تاني حاجة وهي الاعتماد على مصدر دخل واحد. لو انت شغال وظيفة واحدة دخلها محدود، ده بيخليك دايما تحت ضغط. الاقتصاد النهاردة سريع وما بيقفش، ومحتاج يكون عندك اكتر من مصدر دخل. فكر في مشروع جانبي، شغل حر حتى لو اونلاين. استثمر وقتك في مهارات بتفتح لك فرص جديدة، زي التسويق او التجارة او الجرافيك ديزاين، او اي مهارة انت حاببها او شايف نفسك هتنجح فيها. تالت حاجة وهي الخوف من المخاطرة. ناس كتير بتخاف تبدأ في حاجة جديدة علشان خايف من المخاطرة، خايف يخسر فلوسه أو وقته ويضيع على الفاضي. الخوف ده بيخليك دايما واقف في مكانك. بس عايزك تعرف إن كل استثمار فيه مخاطرة، بس المهم إنك تخطط وتتعلم قبل ما تبدأ. ابدأ بمخاطرة صغيرة بمبلغ صغير، جرب مشروع صغير أو هات منتج وبيعه أونلاين، وتعلم من التجربة قبل ما تكبرها. رابع حاجة وهي العادات المالية السيئة. من ضمن الأسباب إنك مش معاك فلوس إن أنت بتصرف من غير حساب، ما عندكش ميزانية واضحة، مش عارف فلوسك بتروح فين، بتصرف وخلاص. ده بيخليك مش قادر توفر أو تستثمر. اعمل ميزانية شهرية، احسب دخلك واحسب مصاريفك، وحاول توفر جزء من دخلك تستثمره. اتعلم انك تتحكم في مصاريفك. في حاجات صغيرة زي الأكل من بره أو الشاي والقهوة اللي بتشربهم باستمرار، ده لو قدرت تستغنى عنه أو تقلل منه وتستبدله مثلا بأكل من البيت، هيوفر لك مبلغ كويس مع الوقت. خامس حاجة وهي قلة التعليم المالي. ناس كتير ما تعرفش ازاي الفلوس بتشتغل أصلا وازاي يستثمرها علشان تزيد. التعليم المالي مش بس عن الفلوس، ده عن فهم الاقتصاد وازاي تختار الفرص الصح. اقرأ كتب عن المال والاستثمار زي الأب الغني والأب الفقير. تابع محتوى رقمي عن المال والادخار والاستثمار والتجارة. سادس حاجة وهي الصبر والإصرار. انت مش هيبقى معاك فلوس من يوم وليلة. ناس كتير بتيأس بسرعة لما ما تشوفش نتيجة سريعة. ركز على الاستمرارية بدل ما تركز على النتيجة. كل يوم اعمل خطوة تقربك من هدفك حتى لو خطوة صغيرة، وخليك واثق ان كل مجهود صغير النهاردة هيبني مستقبل كبير بعد كده. سابع حاجة وهي الكسل والتأجيل. ناس كتير بعد ما بتقرر ان هو هيبدأ في حاجة جديدة بيقولك انا هبدأ بكرة او مش دلوقتي، وده بيخليهم يفوتوا فرص حقيقية. ابدأ دلوقتي حتى لو خطوة صغيرة. استغل اي فرصة انك تتعلم او تجرب بدل ما تستنى الوقت المثالي اللي غالبا مش هيجي. والخلاصة من كلامي انك لو لحد دلوقتي مش قادر تعمل فلوس، فغالبا السبب مش في حظك، لكن زي ما قلنا في ان انت ما عندكش هدف معين او خطة ماشي عليها، ومعتمد على مصدر دخل واحد، وخايف تبدأ في حاجة جديدة علشان ما تخسرش. بس الخوف ده مخليك دايما واقف في مكانك. زي برضه ان انت عندك عادات مالية سيئة، زي انك بتصرف فلوسك من غير حساب ومش عارف بتوديها فين ودخلك كام ومصاريفك كام. وده نتيجة لقلة التعليم المالي، ان انت ما عندكش خبرة ازاي الفلوس اصلا بتشتغل وازاي الفلوس بتزيد. ولما بتقرر تبدأ في حاجة جديدة بتكسل او بتأجلها، تقول هبدأ من بكرة او مش دلوقتي. وحتى لو بدأتها وعملتها، سبب من ضمن الاسباب برضو ان انت ما عندكش صبر واصرار. دايما عايز نتيجة سريعة، عايز يبقى معاك فلوس دلوقتي، وده عمره ما هيحصل. فالخطوة الأولى علشان تغير حياتك هي إنك تواجه العادات دي وتحدد أهدافك وتبدأ تتحرك خطوة بخطوة. أي حد ممكن ينجح، الفرق الحقيقي بين الناس هو اللي بيبدأ ويستمر واللي واقف مكانه. وفي النهاية لو الفيديو عجبك أو استفدت منه بحاجة، ياريت تدعمني باللايك والاشتراك في القناة، وده هيكون دعم كبير جدا للقناة عشان احنا لسه بادئين وهنكبر بيكم إن شاء الله. مع السلامة.